السلام عليكم. ما تنسوش النهاردة الجمعة، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حوشت شوية فلوس وقلت لما أدلع نفسي جبت الغسالة دي، وطبعا انتوا عارفين ان الغسالة بتاعتي باظت. عارفين عمو الفني تقريبا انا مش سامعاه، وتقريبا كمان انا مش فاهمه هو بيقول ايه، بس انا ناويه ان انا اصاحب عليها وان انا اصالحها ومش هبوظها تاني. وبصراحه انا لازم ادلعها، لان هي اللي هتدلعني بعد كده، هي اللي هتخليني عندي وقت فاضي واقدر ان انا اشوف اللي ورايا واعمل حاجات تانية غير الغسيل. طبعا هي بتطلعهولي وانا بروح انشره واطبقه واكويه، بس هي الاساس طبعا. ما هي لو مغسلتهوش ودلعتهولي كده وخلت لي ريحته حلوه، عمري ابدا ما اعمل المراحل اللي بعد كده. فعلشان كده هي هتتدلع وانا كمان هتدلع. فيلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ما تنسوش النهارده الجمعه، واوعوا تنسوا تقروا سوره الكهف. يلا بينا نتدلع وندلعها معانا. احنا لو ما دلعناهاش هتزعل مننا، وطبعا هتغرمنا شوية فلوس حلوة كمان، غير طبعا العطلة، وغير طبعا ان كل حاجة حوالينا احتمال كبير كمان تقف. ما هي قلنا اللي بتطلع كل المراحل اللي بعد كده، لازم ندلعها ونتدلع معاها. فاوعوا تنسوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إحنا عشان نتدلع مش محتاجين ولا ورد ولا شوكولاتة، بس محتاجين شوية فلوس صغيرة كده نقدر نجيب بيها اللي نفسنا فيه واللي يدلعنا. الست لما تتدلع بتتدلع بحاجتها وبتفرح بيها، فدايما نحافظ على حاجتنا لأنها غالية جدا فعلا علينا. فصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش النهاردة الجمعة. الصلاة والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والدعاء يوم الجمعة، وبالأخص الساعة اللي هي قبل صلاة المغرب على طول، وكمان قراءة سورة الكهف، والنظافة واللقمة الحلوة والهدوء، كل ده يوم الجمعة. ما تنسوش تدلعوا نفسكم، مش بس بالفلوس ولا بالأجهزة بتاعتنا ولا بالمقتنيات بتاعتنا خالص، ندلع نفسنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بالذكر على لساننا طول النهار، بالتقوى والإيمان. يجعل ربنا كل أيامنا كلها خير وهنا وسعادة، ويجعل فيها البركة. فلازم نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما تنسوش قراءة سورة الكهف، واوعوا تنسوا إن النهاردة الجمعة. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وهنا وسعادة.